احساس جميل يا عزيزي وانت نازل تكسب اي فريق باي حد حرفيا. شوف احنا عندنا ازمه في الحراس، نزل عم حارس يقف عادي هتكسب برضه. مستر كولر عامل حاله واصله لكل جماهير النادي الاهلي، حاله كده يا جدعان يا سلام. نازل بقى هكسب قصاد فريق بيصارع، قصاد فريق بينافسني ايه؟ لا بينافس على المركز الثاني، فريق عايز يلحق كونفدراليه، عايز يلحق بقى دوري ابطال في المركز الثاني، برضه هكسبه. ومش بس هكسبه، لا مش واحد، هكسبه باثنين وبثلاثه، ومش هتدخل فيا جوان مهما غيرت في خط الدفاع، مهما عملت روتيشن. النهارده مغير 9 لعيبه يا جدعان عن التشكيل الاساسي اللي بيلعب بيه، وبرده كسبان 2-0 قصاد فريق بيصارع على الهبوط. المهم يلا بينا بقى ندخل في الحلقه ونتكلم في شويه تفاصيل جواها. مستر كولر النهارده بادئ تقريبا ب9 لعيبه اساسيين ما بيلعبوش، ما بين بقى اصابات وما بين اصلا ان هو مريحهم. بادئ ورا بمصطفى شوبير، محمد اشرف باك ليفت، خالد عبد الفتاح باك رايت، عمرو السوليه بادئ من اول ماتش ما حصلتش بقى لها فتره ولعب 90 دقيقه، القندوسي وقفشه، محمد شريف وعبد القادر. فالخلاصه يعني ان انت بادئ بفريق كامل جديد ما لعبش مع بعضه قبل كده. في حاجات بره ايد اي حد هتلاقيها ان مفيش انسجام، وده اللي كان باين في الماتش كله تقريبا، لان الاداء برده ما كانش يمتع يعني. بس المهم ان انت خدت اللي انت عايزه، خدت ال3 نقط، عايز تجمع نقط بقى وتخلص الدوري ده اللي هو كده كده خلصان، وبرده ما تستقبلش اهداف. فكره ان انت كمان تفوز بالماتشات دي مش بس عشان ان انت تجمع نقط وتخلص الدوري، يا جدعان الفوز بيجيب فوز، المقوله دي صحيحه مليون في الميه. لو نفتكر الموسمين اللي فاتوا كنت تقع في تعادل تلاقي هوب النتائج ورا بعض كرت تعادلات بقى وهزايم وتخسر الدوري، رغم ان انت بتبقى مفنش الدور الاول في مركز اول غالبا. فمستر كولر محافظ على سجل رصيده من الفوز والانتصارات المتتالي. مش بس كده، ده الراجل علق علينا كمان وخلى ان الكلين شيت هيستمر معانا، فانت بتفوز وبكلين شيت مهما كان السكواد اللي بتلعب بيه. وطبعا عماد النحاس بدا يشوف كل مدربين الدوري بينزلوا قصاد كولر ازاي، لقوهم ان هم بينزلوا في نص ملعبهم دفاع متكتل، فقال لك خلاص يا عم انا هغير الليله وهبدا ضغط عالي من فوق، خصوصا ان اللعيبه دي ما لعبتش مع بعض، لعيبه النادي الاهلي. فلو ضغطت من فوق في فرصه ان انا اغلطهم واخد الكوره، كمان انت بتلعب بالحارس الثالث مش الثاني حتى، ففي امل ان انا اخطف جون. وفعلا نزل عماد النحاس من اول الماتش ضاغط عالي، ولكن برده ما عملش حاجه. اللعيبه تحس ان عندها ثقه كده مستمده من الجهاز الفني ومن المدرب ان العبوا ونقلوا واستحوذوا. في فرق كواليتي طبعا بين اللعيب الاساسي والبديل، وفي فرق في الانسجام بين اللعيبه وبين بعضيها، ولكن برضو الفرق مش كبير قوي. انت عملت اللي انت عايزه وخدت اللي انت عايزه من الماتش. المهم ان الشوط الاول كله تقريبا ما فيهوش اي حاجه تذكر، يعني لعب ممل جدا. ولكن في حاجتين عايز اتكلم فيهم. الحاجه الاولى هي القندوسي بيلعب الماتش ده وينج يمين مكان بيرسي تاو، على اساس يعني ده اشول وده اشول. فانا شايف ان مستر كولر مش مقتنع قوي بالقندوسي في نص الملعب بسبب الادوار الدفاعيه، واتكلمنا عن النقطه دي قبل كده. فبيحاول يوظف المهارات اللي عند القندوسي من رؤيه وان هو بيلعب برجله الشمال ويجربه في المكان بتاع بيرسي تاو. الحقيقه انا شايف ان الراجل ده بيتظلم اكتر واكتر. انت تشتغل على النقص اللي عنده في نص الملعب وتستخدمه في احسن مكان هو بيأدي فيه، بدل ما تجربه في مكان جديد وتخسره. اصلا ان الراجل حاسس ان هو فاقد الثقه في نفسه، خصوصا ان انت عندك كمان محمد كريستو اللي بيلعب اصلا في الحته دي. الله اعلم هو محمد كريستو مصاب ولا لا، بس اخر ماتش لعبه من فتره كان جاله التواء كده في الكاحل، ما بتقعدش يعني 10 ايام، وطلع في الدقيقه 11 تقريبا على ما افتكر يعني. فمتهيألي ان محمد كريستو جاهز ان هو يلعب، حطه واديله في الماتشات دي واكسبه في مكانه، بدل ما ده يفقد الثقه ان هو بيلعب مش في مكانه، والتاني اللي المفروض يلعب في مكانه مش موجود اصلا على الدكه. ولكن ده راي شخصي لا يعتد به ولا قيمه له على راي الكابتن مدحت شلبي، طالما مستر كولر بيعمل اللي بيعمله ده. النقطه الثانيه اللي كانت باينه جدا في الشوط الاول ويمكن في الماتش كله بشكل عام، عمرو السوليه بدا يستعيد كتير جدا من مستواه من ساعه ما رجع من الاصابه. عمرو السوليه مش هو النهارده واخد 90 دقيقه كامله، ويمكن هو كان احسن واحد في النادي الاهلي في الاستلام والتسليم، وربنا كرمه بجون في اخر الماتش. وممكن كمان كان بدل الجون يبقوا 2 في اخر لعبه في الماتش كله، لما محمد طاهر عمل له الكره عرضيه ارضيه ورا، ولكن يحطها جنب القائم. المهم ان الشوط الاول يخلص 0-0، ويلا بينا نروح على الشوط الثاني. مع بدايه الشوط الثاني يدخل الحل السحري في المواقف اللي انت مش عارف توصل فيها للجون ولا تهدد مرمى الفريق المنافس، وهو التسديد. مجدي قفشه يستعيد ذكرى 2019 ويحط كوره بيمينه قذيفه جاءت في عماد النحاس، المره دي مش في باتشيكو،
عشان يفك لغز بقى الماتش ده كله، والضغط يتصدر لفريق طلائع الجيش. هو كان بيلعب على انه معاه نقطه، دلوقتي ما بقاش معاه حاجه ولسه هيقابل الزمالك، فممكن ياخد منه نقطه. وبعد كام دقيقه كده في كوره عاليه يخش فيها مصطفى شوبير، يتصاب اصابه برده ويلف راسه. يعني كعادتنا بقى كل الحراس عندنا بتلف راسها، وطاهر محمد طاهر بيلف راسه، والناس كلها عندنا بتلف راسها، تحس ان الفريق كله مصدع. فربنا يستر على الاصابات. ولينا نقطه هنتكلم فيها عن مصطفى شوبير في اخر الحلقه، ونشوف مصطفى مخلوف الحارس الخامس بيسخن عشان ممكن ينزل. ولو مصطفى مخلوف نزل الماتش الجاي ممكن تلاقي الحارس السادس كمان، واحد عنده 13 سنه بقى قاعد على الدكه. ربنا يستر والله. شويه تغييرات حلوه بقى كده، وجوه جديده نشوفها. برونو سافيو بقالنا كتير جدا ما شفناهوش، طاهر محمد طاهر، كوكا، كهربا، رامي ربيعه. وفي الدقيقه 86 كره حلوه جدا عرضيه مستريحه على رجل مجدي قفشه، يثبتها حلو ويركنها، ولكن يصدها الحارس، ترد الكهربا يخش فيها تيجي في العارضه، المهم تخبط في ايد 2 لعيبه من لعيبه طلائع الجيش وتتحسب ضربه جزاء. يخش عمرو السوليه يحطها حلو جدا عشان تبقى النتيجه 2-0 ويخلص الماتش على كده. يلا بينا نروح على الملاحظات. اول حاجه، مش عايز حد يزعل من الاداء خالص، طبيعي جدا يا جدعان وسط ما انت مغير فريق كامل بالروتيشن اللي انت عامله ده تشوف اداء فيه اهتزاز، ولكن انت خدت اللي انت عايزه من الماتش. وافتكروا يا جدعان السنه اللي فاتت واللي قبليها لما كنا بنقابل فرق في منتصف الجدول او في قاع الجدول وبيخسرونا وبياخدوا منا نقط زي ما انت عايز يعني، وكنت بتبقى عاجز طول ال 90 دقيقه ان انت توصل تعمل فرصه واحده او تجيب جون. فاللي بيحصل ده عظمه. النقطه الثانيه وهي خاصه بمصطفى شوبير، ومصطفى شوبير ليه مميزات كتير جدا احنا عارفينها، منها التسديدات. شفناه في بطوله الرابطه السنه اللي فاتت، التسديدات بيعمل فيها شغل عالي جدا، ضربات الجزاء، الفاولات، كل الحاجات دي بتلاقي مصطفى شوبير حاضر، الانفرادات كمان. ولكن مصطفى شوبير عنده مشكله شويه في العرضيات. النهارده في كام كوره كده عرضيه شكلوا عليه خطوره، وفي كوره منهم اللي اتصاب فيها. وبالتالي لو انت مش واثق قوي في ان انت تمسك الكوره، يا ريت تاخد بالبوكس وتشيل على طول، وتحاول تشتغل على النقطه دي، لان ما عندناش شك ان مصطفى شوبير حارس مميز جدا، وفي وقت من الاوقات هو هيكون الحارس الاساسي للنادي الاهلي. النقطه الثالثه بقى وهي خاصه باصابات الحراس، ودي يتلعب فيها بقى مع جامايكا والجو اللي احنا عارفينه ده، فيعني ربنا يستر ويعدي الايام الجايه دي على خير ويحفظ الجميع طبعا من الاصابات. النقطه الرابعه وهو ان ده ماتش ال11 لمستر كولر بكلين شيت. وعايز اقول هنا ان مستر كولر عنده من الذكاء اللي خلاه يغير طريقه اللعب او طريقه الدفاع وبرضه يحافظ على الكلين شيت. في بدايه الموسم مستر كولر كان بيتبع طريقه الضغط العكسي والضغط العالي، يفضل ضاغط على الفريق اللي قدامه، لما الكوره تتقطع من النادي الاهلي يجيب الكوره في خلال 5 ل 10 ثواني بالكتير، وبالتالي انت بتحرم الفريق اللي قدامك من فرصه ان هو يعمل عليك هجمات بشكل كبير. طبعا دي عايزه مخزون بدني عالي جدا، لان انت هتفضل تضغط على الفريق اللي قدامك كده فترات طويله، فلازم المخزون البدني يكون عندك عالي. والمشكله ان مع تراكم الماتشات المخزون البدني بتاع اللعيبه بيقل، فمش هتقدر تتبع الاسلوب ده. فمستر كولر بعد فتره لما لقى فيه بطولات كتيره داخله والنادي الاهلي ما شاء الله بيوصل للادوار النهائيه في كل البطولات، فبدا يهدى كده ويغير طريقه الضغط. النادي الاهلي ما بقاش يضغط على الفريق اللي قدامه ولا عالي ولا عكسي الا في اجزاء قليله جدا من الماتشات، وبدل طريقته دي عن طريق تنظيم الدفاع بشكل كويس جدا، وكل لعيب عارف هو واقف فين بالظبط. بنسميها كده ايه، اللعب التموضعي. زائد كمان انه زود نسب الاستحواذ عنده، وبدا يضغط على الفريق اللي قدامه باكبر عدد ممكن من اللعيبه اللي بتهاجم، عشان يبقى دايما حاطط الفريق اللي قدامه في صورة دفاع مش هجوم. فازاي فكر الراجل يقدر يغير طريقة لعبه من اسلوب لاسلوب تاني خالص وبرضه يحافظ على نفس النتيجة وهو المكسب والكلين شيت. فالراجل ده انا بجد بحبه. وبما اني بحب الراجل ده فلازم اذكر فكره الروتيشن اللي الراجل بيعملها افضل ما يكون. كانوا بيقولوا على جروس لما كان بيلعب مع الزمالك الراجل ده بيلعب ب 14 لعيب بس، وفعلا مستر جروس عمل موسم حلو جدا، وبعد كده كل سنه وانت طيب اللعيبه اللي معاك خلاص انتهت. ومستر موسيماني ما كانش كويس جدا في موضوع الروتيشن ده، وكنت يا اما بتلاقيه مغير الفريق كله يا اما بيلعب بنفس التشكيل. وفي الغالب لما كان بيغير لانه كان بيحب يركز في افريقيا، كان في الدوري بيغير الفريق كله، وتلاقي اللعيبه اللي راكنها على الدكه مش مستوعبه هو عايز يعمل ايه. كان دايما في الكلام ده على مستر موسيماني، انه بيركز مع مجموعه لعيبه والمجموعه الثانيه يعني انتوا معانا كده وخلاص. انما مستر كولر طبعا في فرق بين الفريق الاساسي والفريق الاحتياطي، لكن الجاب او المسافه بين اللعيبه مش كبيره قوي، بدليل ان انت بتكسب 2-0 وبكلين شيت. نقط كلها بتتحط في السي في بتاعت الراجل ده. وحتى لو لا قدر الله ما خدناش بطوله افريقيا، انت معاك مشروع مدرب محترم جدا لازم تحافظ عليه. الافضل بالنسبه لي النهارده هو عمرو السوليه، كمان محمد اشرف عمل ماتش حلو جدا، اما بالنسبه للاسوأ فهو طاهر محمد طاهر والقندوسي. الف مبروك للنادي الاهلي الفوز والثلاث نقط، تربع على عرش قمه الدوري، وان شاء الله هي كام ماتش كده وهنخلص الليله دي
ان ما كانش كمان الفرق اللي قصادك عماله تقع، فهتسرع فكره ان انت تحقق الدوري. ده كان كل حاجه النهارده، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.